السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده باذن الله هنعمل لكم سلطة الكولسلو بطريقة سهلة وبسيطة، وكل المكونات سهلة وبسيطة، والمايونيز كمان الحمد لله احنا عاملينه في البيت عندنا. بصوا يا حبايبي، هنسمي بسم الله ونبدأ. اول حاجة هنعملها هنجيب علبة زبادي. اولا مقاديرنا ايه؟ مقاديرنا كرنب ابيض زي ما احنا شايفين كده، كرنب ابيض متقطع شرايح صغيرة او مبشور زي ما تحبي، جزر برضو مغسول ومبشور، شوية ملح، شوية سكر، شوية فلفل اسمر، شوية مايونيز من اللي احنا عاملينه في البيت، وان شاء الله باذن الله لو دورتوا عندنا في فيديوهاتنا هتلاقوا المايونيز موجود عندنا هنا في البيت، وعصرة ليمونة وعلبة زبادي. بس ادي مكوناتها. هنسمي بسم الله ونبدأ. اول حاجة يا حبايبي هنعملها هنحط علبة الزبادي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي كمية الزبادي بتاعتنا اللي احنا حطيناها. تمام. هنا ده المايونيز بتاعنا اللي احنا عاملينه هنا في فيديوهاتنا، لو دورتوا عندنا في فيديوهات هتلاقوني عامله المايونيز ده معمول هنا في البيت حبايبي، زي ما انا قايله لكم اللي احنا عاملينه هنا في البيت. هنحط منه بسم الله. بصوا التقل، بصوا السمك بتاعه، بصوا المايونيز بسم الله ما شاء الله. بصوا المايونيز اللي احنا عاملينه في البيت بسم الله ما شاء الله، هتلاقوه موجود عندكم يا حبايبي في الفيديوهات بتاعتنا. هنحط تقريبا 3 معالق مايونيز كبيره، دي تقريبا مقدار كوبايه صغيره مايونيز، على حسب برضو الكميه اللي انت عاملاها. تمام. رشه ملح صغيره مش كتيره، تقريبا معلقه سكر كده زي ما احنا عاوزين. هو المفروض بنحط معلقه عسل ابيض، بس انا ما عنديش معلقه عسل ابيض. العسل الابيض ده اختياري مش اجباري، لو ما عنديش عسل ممكن نحط معلقتين سكر، يبقى معلقه صغيره وادي التانيه بدل العسل. تمام يا حبايبي، زي ما احنا شايفين كده. فلفل اسمر صغيره، مش هنكتر الفلفل الاسمر اهو يا حبايبي. كل ده الدريسنج بتاعنا اللي هنحطه على الكرنب والجزر. وعصره ليمونه زي ما احنا شايفين كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام يا حبايبي، زي ما احنا شايفين كده اهو. كده يا حبايبي خلصنا كل الدريسنج زي ما احنا شايفين كده. بصوا اهو، ده الدريسنج بتاعنا. حطينا ايه؟ حطينا المايونيز والزبادي وشويه ملح، فلفل، سكر، عصره ليمون، وبدأنا ندوبهم كلهم كده. بعد ما نعمل الخليط بتاعنا كده زي ما احنا شايفين، هنبتدي نحط كميه الكرنب بتاعتنا كلها زي ما احنا شايفين كده، وادي كميه الجزر بتاعتنا اللي احنا برضو مجهزاها. تمام يا حبايبي، ونبدأ نقلب. يا رب باذن الله يا حبايبي فيديوهاتنا تعجبكم وتنول اعجابكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. دعمونا باللايك وبالشير، واضغطوا على زر الجرس عشان باذن الله كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم باذن الله، ويوصل لكم مننا كل جديد. انتظرونا بقى في تقديم طبق سلطه الكولسلو، وان شاء الله تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.